السلام عليكم مربين الدواجن في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. التربيه المنزليه من 100 الى 500 كتكوت. هل لازم ولابد ان احنا نحصن لاسوتا او جمبورو نيوكاسل اي بي؟ هل التحصينات الفيروسيه مهمه وضروريه في التربيه المنزليه؟ والناس اللي بتربي في تربيه منزليه برضو ولكن اكتر من 500 طائر لحد 1000 ونص، هل برضو لازم يحصنوا؟ طيب في سؤال تاني بيطرح نفسه، ما هو في ناس كتير اكتر من 90% لما بيحصن ولما بيجيله الفيروس برضه بيحصل نافق عالي جدا، ممكن يصل لاكتر من 50%. يبقى السؤال المنطقي، ما هو فايدة التحصين؟ فلوس راحت في الفاضي، هدت مناعة الطائر في الفاضي، ولا التحصين له فايدة؟ ولا العيب فين بالظبط؟ العيب في اللي طبق التحصين، ولا العيب في التحصين نفسه، ولا في ايه بالظبط؟ عايزين نفهم التفاصيل علشان تربية الدواجن الغلطة بفورة. لو انت ماشي صح لحد عمر 20 يوم وفجأة حصنت تحصينة غلط ممكن تضيع مجهودك كله. هل بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، هل التحصينة دي كانت ضرورية اصلا انك تحصنها؟ طيب في اي عدد بالظبط؟ لحد عمر كام او لحد عدد كام، انا اسف، لحد عدد كام طائر لازم تحصن؟ كل دي اسئله مطروحه ومشروعه لحضرتك لو انت مبتدئ او مستثمر جديد في تربيه الدواجن، لازم تفهمها علشان ما تضيعش نفسك. زي ما قلت قبل كده وهقول وهعيد، اهم من العمل ضبط العمل. خلونا نفهم اكتر ونعرف اكتر كل التفاصيل، لكن كالعاده بعد ما تشترك حالا في القناه وتصلي على حبيبك المصطفى عليه الصلاه والسلام، ويلا بينا حالا نبدا على بركه الله. اهلا وسهلا بحضراتكم. ايوه التحصين مهم جدا، لكن بشروط لازم تاخد بالك منها. اول شرط، انت اصلا بتحصن ليه؟ احنا بنحصن علشان نمنع الفيروس يدخل المزرعه؟ لا. امال بنحصن ليه؟ احنا بنحصن علشان نقلل النافق لو الفيروس دخل عندك المزرعه. طيب خد المعلومه دي عشان تفهمني اكتر. الفيروسات بتنتشر اكتر في الاراضي الزراعيه والصحراويه ولا في البيوت السكنيه؟ لا، في الأراضي الصحراوية والزراعية تيارات الهواء بتكون أسرع، وبيحصل إن الفيروس بينتقل على مدار 5-6 كيلو. لكن في البيوت بيبقى في حاجز فيزيائي، يعني التيارات الهوائية ما بتخشش بقى البيت وتطلع السلم وتخش الأوضة أو الغرفة اللي أنت بتربي فيها 100 ولا 200 فرخة. فقدرة أو نسبة إن الفيروس يصيب المزارع أكبر بكتير من نسبة أو احتمال إن الفيروس يصيب البيوت والتربية المنزلية. طيب هل بقى اللي بيحصن أصلا في المزارع بيمنع الفيروس إنه يدخل عنده؟ يعني الناس اللي بتحصن دي ما بتنضربش؟ للأسف بتنضرب برضه. لكن الشطارة هنا أو الفكرة إن اللي بيحصن صح وبيحصن في ميعاد كويس وبيطبق التحصين زي ما احنا قلنا في حلقات التحصين هتلاقيها عندنا في القناة، بيطبق التحصين صح، بيقلل النافق. بدل ما يكون النافق مثلا 50-60%، النافق ممكن يبقى 5-6%. هي دي شطارة الناس اللي فاهمة وبتربي في أعداد كبيرة في المزارع الكبيرة المفتوحة، إن هو يسيطر على النافق، إنه ما يحصلش نافق زيادة. لكن الفيروس ممكن يجي عادي خالص، ما يقدرش يمنع دخول الفيروس. حلو الكلام. يبقى أنت دلوقتي لو بتربي في تربية منزلية وما عندكش الخبرة الكافية لعملية التطبيق بتاعة التحصينات، الأفيد خدها نصيحة مني، ويمكن كلامي ده يتغير في يوم من الأيام، لكن أنا بقول لك النهاردة إحنا في 2023 على حد خبرتي، الأعداد اللي أقل من 500 كتكوت في التربية المنزلية لا داعي للتحصين، خصوصا إن حضرتك مش عندك الخبرة الكافية إنك تطبق التحصين. لأن ممكن عدم خبرتك الكافية انك تطبق التحصين صح، لانه بيحتاج شروط، يخلي لك التحصين ده اصبح حمل وعبء على فراخك. يعني يقلل لك الوزن، يعمل لك هو النافق، يزود لك البكتيريا وينشط لك النافق ويبوظ الفراخ بعد ما كانت مستقرة. في ظل ما تنساش ان اصلا نسبة احتمال واصابة العنابر
التربيه المنزليه بتكون نسبه اصابه التربيه المنزليه اقل بكتير من العنابر المفتوحه او المزارع اللي في الاماكن المفتوحه. يبقى انا النهارده لو بربي في تربيه منزليه اعداد اقل من 500، يا عم اسمع نصيحتي واهتم بالتهويه، الحراره، الرطوبه، النشاره، النظافه، نوع العلف، نوع الكتكوت، زي ما احنا عاملين في القناه كده حلقات جميله جدا عن المانجمنت والرعايه، الرعايه اللي انت بتقدمها لفراخك. ده هو خط المناعه اللي بيحافظ على مناعه الطيور ضد الفيروسات، وفي نفس الوقت الامن الحيوي، انك ما تدخلش حد الا اذا كان عندك في الغرفه اللي بتربي فيها 100 ولا 200، انت نفسك ما تخشش الا اذا كنت طهرت جزمتك او داخل بحذاء مخصص. يعني فكره الامن الحيوي اللي احنا قلنا برضو عنها حلقه في القناه. لكن لو حضرتك بتربي في 500 فيما فوق، حتى لو تربيه منزليه، انصحك انك تهتم بالتحصين وتذاكر وتفهم يعني ازاي تطبق التحصين، على اساس ان حضرتك لما تعمل كده برضه لانك هنا راس مال اعلى، هنا ال 500 فيما فوق راس مال كبير لازم تحميه، حتى لو نسبه اصابه الفيروسات في المنازل اقل، لكن راس مالك كبر. لازم بقى ما دام راس مالك كبر انك تذاكر وتهتم وتشوف ازاي تحصن صح. يعني هل احصن رش ولا شرب؟ يعني هل درجة مياه التحصين الافضل تكون كام درجة؟ الجرعة اللي هحصنها كام بالظبط؟ العمر المناسب ازاي؟ الفراخ اصلا ازاي لما تكون تعبانة احصنها ولا ما احصنهاش؟ لو فيها نافق احصنها؟ التفاصيل الفنية دي كلها في حلقتين 3 على القناة، لازم ان حضرتك تهتم وتدخل وتسمعهم. هتلاقي عندك في القناة كده قسم او مجموعة حلقات اسمها حلقات التحصين، اسمعهم علشان ايه؟ تطور من نفسك وبالتالي تحمي راس مالك. لكن ما يمنعش الكلام ده ان الفيروس بيجي. الفيروس زي ما قلنا التحصين لا يمنع الفيروس، ولكن بيقلل لك النافق. في ناس لما بيجي لها فيروس الفراخ بتموت كلها او نصها، لكن اللي بيحصن كويس ثق تماما النافق لن يزيد عن 10% لو انت حصنت كويس. اذا في نهايه حلقتنا خلاصه الكلام يا شباب، في التربيه المنزليه الاعداد الصغيره بلاش تحصينات فيروسيه خالص، خليك بس انت ركز في العلف والسموم الفطريه ازاي تمنعها، والكوكسيديا والمانجمنت والرعايه والحراره والرطوبه، يعني افهم تربيه كويس. لكن اعداد كبيره وراس مال كبير لازم تهتم جدا بقى انك تحصن كويس وتعرف مواعيد التحصينات وبرنامج التحصين المناسب علشان تحمي راس مالك. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال. كان معكم دكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.